وصلت لهنا ودخلتي لهذا الفيديو، غادي نقول لك مبروك عليك. كيفاش؟ انت غادي تعرف كل شيء دابا. سميتي نور الدين، ولكن انا ماشي هو انا. خرب اختكم ياك اللي كيعاود لكم هاد القصه، وهو هاد المخلوق اللي ساكن الجسد نتاع نور الدين. غادي نعاود لكم هاد القصه، ولكن وانتم كتسمعوها غادي نحمق لكم التفكير ديالكم. غادي ندخلكم لواحد العالم الداخل اللي مفقود ولا خارج مولود، العالم اللي غادي يجمد فيكم الدم بالخوف. بطبيعة الحال الخواف فيكم. مورا هاد القصة غادي نقول لك محال يديك الناس هاد الليلة، اما الا كنتي بطل وما كتخافش كمل معايا هاد القصة حتى الاخر، وقول لي باش حسيتي، وعاود شي من بعد وقول لي واش حلمتي بيا ملي نعستي هاد الليلة ولا لا. ايوا دابا غادي نقول لك علاش مبروك عليك، حيتاش من هاد اللحظة غادي نكون دخلت لحياتك بلا رجعة. السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ما غاديش نطول عليكم المقدمه، ما غادي نقول لكم ديروا لايك، لا بارطاجيو الفيديو، لا اشتركوا في القناه، حيت مورا ما غادي تسمعوا هذه القصه غادي ديروها وانتم مرتاحين وانتم اللي بغيتوا. القصه اللي جبت لكم اليوم بصح غادي تخليكم غادي تفهموا والو، فيها الرعب، الجنون، الهلوسه، ازدواجية الشخصيه ما بين الخيال والواقع، الجن، السحرة، وبزاف ديال الحوايج اخرين اللي ما عمركم غادي تلقاوهم في شي قصة او لا تلقاوهم في شي بلاصة اخرى. يلا وجدوا لي راسكم وجلسوا في شي بلاصة كالم واستمتعوا بالقصة. على بركة الله نبداو. مدة طويلة وانا كنقلب على شي مغامرة اللي ما عمر سبقني لها شي واحد، شي حاجة اللي نحطها في القناة ديالي والناس ملي يتفرجوا فيها يقولوا واو هاد السيد ما كيخافش وكيدير مغامرات واعرين. عندي جمهور ديالي اللي متبعني في يوتيوب وفيسبوك ومواقع اخرين، كندير فيديوهات نتاع المغامرات الاكتشاف، ولكن مؤخرا لاحظت بلي الناس ما بقاوش مهتمين بزاف بالفيديوهات ديالي، المغامرات اللي كندير وداكشي. الناس ولاو كيتفرجوا غير شويه في الفيديو او بعض المرات ما كيدخلوش كاع. ولكن انا عرفت علاش وفهموا بصراحه، حيت مؤخرا ولاو نفس الفيديوهات كيتعاودوا ليا. كنمشي لشي بلاصه مهجوره، كنمشي لشي غابه اللي سمعت فيها شي ساحر او لا شي حاجه بحال هكا، المهم كنسمع شي بلاصه كنمشي لها. ولكن ولا واحد الروتين عندي في القناه، الفيديوهات الاخرين اللي درت كنت كنمشي لشي بلاصه ولكن ما كيطرا فيها والو، ما كنشوف حتى حاجه. وهنايا كيخصني ندير شي بلان باش نبين في الفيديو باللي اطرات شي حاجه اللي خريبه، وحتى الناس اللي كيتفرجوا فيا يتمتعوا. نهز شي حجره ونرميها، او لا نكون فايت وجدت البلاصه، ولا نمشي معايا شي صاحبي وكيدير لي شي صوت. المهم هكا وليت غادي، ولكن كيف قلت لكم هادشي ما بقاش واكل. ايوا هنايا فين فكرت انني ندير شي حاجه اللي ما عمر سبقني لها شي واحد، شي فكره اللي تكون حمقه. وحتى انايا فاش نكون كنصور ونحط الفيديو عندي في اليوتيوب، الناس اللي كتفرجوا فيا نحمقهم معايا ويستمتعوا، يعيشوا شي حاجه اللي حقيقيه، ماشي غير داك التخربيق على والو. قلبت بزاف وسولت بزاف ديال الناس، ولكن بلا حتى شي فائده. الا في واحد الوقت كان طاحت عليا واحد الفكره اللي حمقه وتحمست ليها بزاف. هزيت التليفون ديالي، دخلت الانستغرام وبديت كنصور ستوريات الناس اللي كيتفرجوا فيا وكيتابعوني. قلت لهم على الفكره ديالي واللي كانت اننا غادي نمشي عند شي ساحر، غادي نخلصو ونعاود ليه الفكره ديالي ونقول ليه باللي بغيت نمشي لشي بلاصه عمر مشى لها شي واحد، بغيت نصور شي فيديو اللي نخلي اي واحد تفرج فيه ما يعاودش يخرج منه. ايوا هادشي اللي كان. شي ناس الله يجازيهم بخير من الناس اللي كيتبعوني قالوا لي على واحد الساحر وصفتوني عنده، مشيت قصدته وكيف قلت لكم عاودت ليه القصه كامله اشنو بغيت ندير واشنو بغيت بالضبط، وعطيتو بزاف ديال الفلوس غير باش يقول لي شي حاجه اللي ما تكونش عاديه. انا داك السحار اللي مشيت عنده بقى كيشوف فيا وكيقول مع راسو واش هذا حمق ولا شنو،
كيقلب على يخرج على راسو بيديه. قال لي ولكن حاجه وحده غنقولها لك دابا، انا راه ما غاديش نتحمل مسؤوليتك، الا طرات لك شي حاجه دبر راسك. قلت لي ما تخافش، غير اتيني بداك الشيء اللي عندك. السيد ما غاديش يعاود معايا الهضره، غادي يمشي يدخل لواحد البيت ويبقى واحد 10 ديال الدقائق، من بعد غادي يخرج عندي وغادي يقول لي لقيت لك واحد الفكره ولكن خطيره شويه. غير هو فاش تمشي لتما غادي تصور وتمشي في حالتك وما بقاش ترجع لتما. عطاني النحت ديال واحد البلاصه اللي كانت قريبه لواحد المنطقه سميتها بني يسي. انا الصراحه عمرني سمعت بها، ولكن بقيت كنتصنت له وكنتسنى شنو غادي يقول لي. المهم قال لي غادي تمشي لتما وغادي تلقى واحد البير اللي غادي يكون ظاهر به الشوك والطرق وشي عواد ديال الشجر. هاد البير راه ماشي عادي، وعمر شي واحد وصل له ولا قرب جهتو، واصلا غير شي ناس قلال اللي شافوه، وغادي تكون انت واحد منهم. يلا دابا تقدر تمشي عليا في حالاتك، عندي بزاف ديال الناس اخرين كيتسناوني. بقيت كنشوف فيه كيفاش بير، واش هذا كيتفلى عليا ولا نصب عليا ولا شنو. انا كنقول له مغامره وبغيت لشي بلاصه مهجوره، وهو كيقول لي سير لواحد البير راه تحت ما قرب له وعمر شي واحد وصل له. بقيت كنتخاصم معاه تما، قلت لي انا رد ليا غير فلوسي، ما بغيت باقي لا مغامره لا والو منك. حسيت بالشمته، كنت كنتسنى منه شي حاجه اللي تكون واو، ماشي يقول لي بير. المهم خرجت من عنده وبقيت غادي في الطريق وانا كنفكر شنو غادي ندير، شنو غادي نقول للناس اللي كيتسناوني، الناس اللي كيتسناو السطوريات الجايه نحطوهم. المهم طاحت في بالي واحد الفكره، قلت ماشي مشكل غادي نمشي لهاد البلاصه، وبما انه انا كنسكن بعيد بزاف على هاد المنطقه اللي قال لي، فغادي نحط لهم فيديو يكون طويل. وانتم عارفين دوك الفيديوهات ديال المغامرات كيكونوا شويه طوال، كيكون فيهم الطريق راني مشيت لهنا راني درت هادي، هذا باش كتوصل المغامره بحد ذاتها. وفكرت ثاني ببلان اخر، قلت نمشي معايا شي خيمه وندوز ديك الليله تما، حيت ملي بديت كنقلب كنشوف هاد المنطقه بعيده بزاف على اقرب دوار لها. ايوا المهم ندوز ديك الليله تما نصور، والغد ليه نرجع في حالاتي. بالنسبه ليا انا هاد البلاصه اللي غنمشي ليها فراه غادي تكون غير واحد النزهه، ما غاديش نمشي باش نغامر. وجدت حوايجي وكاع داكشي اللي غادي نحتاج باش نخيم، وجدت الطريق. دابا غادي نعاود لكم شي حوايج عليا، اولا بالاحرى شي حوايج على الشخص اللي لابس الجسد ديالو اللي مازال ما عرفتوهمش. سميتو نور الدين وفي عمري 24 سنه، شي 3 سنين هادي باش بديت في صناعه المحتوى. كندير فيديوهات ديال المغامرات، الاكتشاف واي حاجه فيها الترفيه. كنسكن في تماره وكنقرا في الرباط، وساكن غير انا وواحد الدري صاحبي سميتو ايوب اللي كارين واحد الابارتمان تما. اما دارنا والعائله فراه كاينين في مجاط. المهم هاد الحوايج بغيتكم تعرفوهم دابا، حيت من بعد غادي نقدروا نحتاجوهم في القصه. ودابا نرجعوا للاحداث ديالنا. ملي وصلت كانت واحد البلاصه زوينه فيها الطبيعه الجبال، صراحه ارتحيت هنايا. اول حاجه فكرت فيها نمشي ونقلب على البلاصه اللي غادي نخيم فيها، عاد باش من بعد نوجد الكاميرا ونبقى غادي كنقلب على البلاصه اللي فيها داك البير. كنت جايب معايا واحد الحبل وكنقول الا كان داك البير ما خارقش غادي ننزل ليه ونكتشف الداخل. راكم عارفين خاص ضروري شويه ديال الحماس. المهم قديت كلشي، خديت الكاميرا وبقيت غادي وكنصور، مره نصور شويه مره نحبس، وغادي وكنفكر شنو السيناريو اللي نقدر ندير. حيت بطبيعه الحال حتى لهاد اللحظه كتبان لي واحد البلاصه اللي هادئه، ماشي شي بلاصه اللي غادي تسمى فيها مغامره. خاص ضروري ندير شي حاجه، ندير باللي شي واحد تابعني، شي واحد زف عليا باش حجره. المهم خاص نخلق شي سيناريو اللي يكون كيخلع. بقيت غادي وانا كنصور حتى لواحد اللحظه غادي يبان لي داك البير اللي كون غير ما جيتش ليه. المهم كنشوف من بعيد بير عادي اللي داير به الشوك والطرق وشعر به، والفتحه ديالو مسدوده بواحد الطروفه كبار ديال الخشب. بقيت كنصور وكنزومي على داك البير وانا كنتفلا وكنقول الدراري شوفوا. كنسمع واحد الصوت جاي من الجهه ديال داك البير، بديت كندير راسي باللي راني مخلوع سما، وبقيت غادي كنقرب ليه شويه بشويه. فهاد الوقيته كان السكات الكالم، غير الصوت ديال الريح التجوره والصوت ديال المشيه ديالي على دوك الطروفه ديال العواد اللي يابسين. حطيت الكاميرا في الارض وقابلت نيشان مع البير وبقيت غادي كنقرب ليه سما راني مخلوع. فاش وصلت له بديت كنحيد داك الرباع، كنحيد داك الشوك وداك الشيء اللي داير به باش نحلو. فهاد الوقيته بالضبط
الفيديو تحبس ما بقاش كيسجل، والكاميرا طفات غاب بوحدها. وانا على بالي باللي راه باقا كتصور وانا جالس كناظر. حيدت داكشي اللي ضرب البير وبعدتو عليه شويه ورجعت بديت كنطل وانايا كنشوف واش البلاصه غارقه ولا لا. هزيت واحد الحجره وطلقتها تما، وبديت كنسمع باللي الحجره تضربات مع الارض وتسمع ليا الصوت ديال الماء. عرفت باللي هاد البلاصه راه ما غارقاش بزاف ونقدر ننزل ليها. وفي هاد الوقيته بالضبط ملي رميت ديك الحجره غادي يبدا اكبر فيلم ديال الرعب غادي نعيش في حياتي، واللي باقي كنعيشو ليومنا هذا وانا كنصور لكم في هذا الفيديو. سمعت شي صوت ديال شي حد غادي كيجري مورايا، درت بالزربه كنشوف مورايا كيبان لي حتى شي واحد. الدنيا خاويه كاين غير انا بوحدي، ولكن هاد الصوت منين جا هنا يبدا كيدخلني الشك وبديت كنخاف وفي نفس الوقت تحمست. كنقول مزيان الكاميرا كتسجل غادي تكون خدات هاد اللقطه هادي. مشيت كنجري هزيتها دغيا كنقلب فيها كتبان لي الكاميرا طافيه. ما فهمتش كيفاش. جبت واحد الباتري اخر حيت كنت جايب معايا الدوبل، درتو ولكن حتى هو ما بغاش يخدم، الكاميرا ما بغاش تخدم. هنايا غادي يطلع ليا الدم ديال بصح. ما عرفتش شنو باقي غادي ندير، ولكن ما عندي حتى شي حل. غادي نهز التليفون ديالي وغنبقى نصور به. بديت كنصور وكنوري الناس شوفوا راه طفات لي الكاميرا. سمعت واحد الصوت وبصح كان كيبان عليا شويه ديال الخوف وكنبان باللي طالع ليا الدم. هاد الفيديوهات اللي صورت بالتليفون بديت كنلوحهم في ستوريات فيسبوك وانستغرام باش هكا نوري الناس اشنو طاري معايا، ولكن ما كانوش كيتصافطوا حيت هاد البلاصه ما فيها لا ريزو لا والو. وهنايا فين غادي نبقى نسمع واحد الصوت جاي من وسط البير، صوت ديال دري صغير كيبكي وصوت اخر ديال شي حد كيعيط عليا، كيعيط وكيبان انه مخلوع وكيقول لي نور الدين اخويا اجي عتقنا الله يحفظك، اجي غير خرجنا من هنايا. بديت كنتلف وما فهمتش كيفاش هذا تعرف سميتي، كيفاش نور الدين. بقيت غادي كنقرب شويه بشويه حتى ما بقى بيني وبينه غير شي خطوات قلال. وفي هذا الوقت وانا غادي كنتمشى كنسمع شي واحد كيتمشى مورايا بنفس الخطوات ديالي. درت ما بلي حتى شي حد، ولكن عندي احساس باللي معايا شي واحد دابا وتابعني. وفي هذا الوقت غادي نسمع واحد الصوت اللي غادي يحمقني، غادي يهرب لي عقلي. كنسمع الصوت ديال الوالد من وسط البير وصوت حتى انايا معاه، وكنعيط على راسي كنعيط على راسي باش يخرجني من تما. كيفاش اش هاد الحماق؟ كنسمع صوتي وكنسمع صوت مورايا كيتمشى، كنسمع صوت ديال دري صغير، صوت الاب ديالي. ما بقيتش عرفت شنو غادي ندير، واش نهرب ولا نمشي. ولكن في هذا الوقت بالضبط انا صافي عقلي طرفع، ما بقيتش عارف اشنو كندير ومبقيتش كنقدر نتحكم في راسي. لقيت راسي غادي وكنطلع على البير، كنشوف راسي طايح لتحت في البير وانا كنشوف فيا وكنعاود نشوف راسي لتحت. ولكن في هذا الوقت بالضبط ما باقي غادي نعقل على والو. صافي اخر حاجه عقلت عليها هي هاد اللقطه الله. حليت عينيا بشويه وانايا كنشوف كيبان ليا الظلام طاح الليل وانايا مجبد في الارض. كنحاول نوض بشويه وحيت حاس براسي ثقيل بزاف وكنحس براسي بحال الا فازك. بقيت كنشوف بحال هكا كيبان ليا بصح حوايجي كاع فازكين وكاملي كنقطر بحال الا ضرباني شي موجه وفزقاتني. وحاجه اخرى كنحس بواحد الحريق في يديا بحال الا محروق. بديت كنشوف ثاني في يديا من هاد الجهه كتبان ليا واحد الاثار ديال واحد الحروف بحال الا شدو شي واحد وطبعهم ليا في يديا، ولكن ما فهمتهمش، ما فهمتش شنو كاينيو، غير هو كيعطوني الحريق بزاف. ما بقيتش فاهم شنو طاري، راسي ترون عليا. هزيت التليفون ديالي اللي كان محطوط حدايا طايح في الارض، شديتو وبديت كنصوني لايوب الله يجاوبني. بقيت كنصوني ولكن كل مره كتشتني الباط فوكال وكنعاود نصيفط له ميساجات، ولكن تاني الريزو ما كاينش هنايا. صافي قررت انني نمشي للخيمه اللي كنت قديت قبل، نمشي نجلس تما حتى نشوف شنو غادي ندير. بقيت غادي كنتمشى وشاد في يديا وحس براسي ضارني بحال الا شي بيضه خامجه ليا في راسي كتحرك، وبدا كيجيني واحد البرد مع حوايجي فازكين ولا البرد في هذه المنطقه. المهم غير خليها الله. المهم وانايا غادي وكنقرب كتبان ليا خيمه راه بعيده عليا شويه، غير هو كيبان ليا شعل فيها الضوء.
وجالس فيها شي واحد لداخل. بدا كيرجع ليا تاني داك الخوف، كنقول اش طاري، اش هاد الشي واقع. تاني بديت كنقول ياك ماشي واحد داز من هاد البلاصه بانت ليه الخيمه والحوايج محطوطين، دخل بقى كيتسنى وكيشوف من ديال من. يلا غادي كنسمع شي واحد عيط عليا من اللور بسكت بشويه. درت كنشوف كيبان ليا ما كاين حتى شي واحد غير انا بوحدي، ولكن هاد الصوت منين جا؟ البلاصه فيها غير الظلام وانايا مضوي اصلا غير بالتليفون ديالي. وملي رجعت تاني نشوف في الخيمه كتبان ليا خاويه وما فيها حتى شي واحد، مظلمه. عقلي بدا كيتشوش عليا وبديت كنحك في عينيا واش انا كنتخيل ولا شنو. بقيت غادي بشويه حتى قربت ليها وبديت في الاول كنطل غير بشويه نشوف واش شي واحد نيت كاين تما وتفضو ولا شنو، ولكن ما كان حتى شي واحد لداخل. هنايا بديت كنشك في راسي كنقول ياك ما من داكشي اللي طرا ليا قبل وليت كنتخايل، وبديت كنهلوس. عقلي ولا كيخليني نتخيل شي حوايج اللي اصلا ما كاينينش. بديت كنحاول نقاد شويه ديال العافيه باش هكا تطوي ليا البلاصه وفي نفس الوقت تسخني شويه حيت جاني البرد. دخلت لداخل ديال الخيمه وانايا مره كنشد في يدي حيت كتحرقني، مره نشد التليفون نبقى نشوف واش الميساجات وصلوا، واش السطوريات اللي كنت حطيت الصباح تما وصلوا، ولكن ما كاين والو. ايوا دابا يحسب لكم واش داكشي اللي عاودت لكم قبل وهادشي اللي كنت كنعاود لكم دابا كيخلع وفي شكل وما كيدخلش للعقل. دابا هادشي اللي غادي يبدا يطرا معايا غادي يقول لكم ما شفتو والو، وداكشي اللي مازال جاي في القصه غادي يحمق لكم التفكير ديالكم. وانايا جالس بديت كنسمع الصوت ديال الموسيقى، صوت ديال الطبوله والغنى، واحد الصوت اللي ما كانش عادي بحال دوك القبائل الافريقيه جنوب الصحراء، بحال داك الشكل صوت موسيقى اللي كيكون مختلف، غنى اللي مختلف، ولكن هادو كان مختلف عليهم بزاف. وفي هاد الوقت بديت كنسمع الصوت ديال شي جماعه جايين عندي، جايين وكيقربوا للخيمه، ولكن وانايا كنحاول نسمع الصوت ديالهم ما غريبش عليا، كنعرفو مزيان. العافيه اللي كانت شاعله قدامي بدات غادي وكطفى غير بوحدها. نط وانا كنقول بسم الله الرحمن الرحيم، كنقولها وكنعاودها مع راسي. ملي خرجت على برا شفت واحد المنظر اللي عينيا ما بغاوش يتيقوا. كنشوف راسي واقف وماشي غير بوحدي، مع والديا وخوتي واقفين ولابسين واحد الحوايج اللي ما كانش عادي، حوايج اللي في شكل بحال دوك اللبسات ديال بوجلود، دوك الناس اللي كيديروا بوجلود كيلبسوا دوك الهضورات وداكشي كيقادوه بحال هكا كيبان، واقفين كيشوفوا فيا وكيضحكوا. اما انايا بغيت غير ندور ونهرب، ما قدرش مازال، رجليا كنحس بهم تنملوا وتقال بزاف، درت غير بزز، ولكن غير كندور الخيمه اللي كانت مورايا ما كايناش، وحوايجي حتى هما غبروا ما كاين والو. بديت كنغوت غير بوحدي، حسيت براسي غادي نحماق. في هاد اللحظه غادي نحس بشي واحد غادي يضربني بالجهد لظهري لدرجه خلاتني نحل عينيا وانايا كنشوف راسي حدا البير ناعس والشمس ضاربه لي على راسي. نض ما فهم والو، كنشوف في حالتي في يديا الكاميرا طايحه في الارض، التليفون طايح، حوايجي فازقين، ولكن يديا ما فيهم لا اثار ديال الحرق لا والو. حاجه وحده اللي كنت كنحس بها هي راسي كيضرني بزاف، وكنحس براسي ثقيل وفيا واحد النعاس اللي ما يمكنش. وليت كنقول مع راسي واش كنت غير كنحلم ولا كنت كنهلوس اولا شنو طاري بالضبط، ولكن بلاتي ما يمكنش. انا هادشي كنت عايشو لحظه بلحظه، ما كنتش كنحلم ولا الصراحه ما بقيتش فاهم والو. وليت كنشك في راسي ياك ما كليت شي حاجه هي اللي درت ليا بحال هكا. نض هزيت الكاميرا شعلتها لقيتها خدامه، ولكن الباتري كان فيبل دغيا طفات. ولكن تفكرت باللي عندي باتري اخر في جيبي، ولكن بلاتي انا فايت بدلته. بديت كنقلب في حوايجي كنلقى نيت كاين في جيبي، ولكن ملي ركبته في الكاميرا ما بغاش يخدم، كان فازك عامر بالماء. التليفون قلبته كنشوف الميساجات اللي صيفط البارح راه كاينين ولكن ما تصيفطوش. في هذا الوقت بقيت جالس وكنخمم
كنحاول نحلل هاد الشيء اللي طرا كامل. بديت كنقول واقيلا طرات معايا شي حاله اللي ما مفهوماش، اللي خلاتني نطيح ونغيب نبقى ناعس حتى لهاد الوقيته. ولكن القضيه ديال حوايجي كاملين فازقين، ياك ما طحت الشتا بالليل هي اللي فزقاتني، او لا ما عرفتش. بعدا ما لقيت حتى شي حاجه اللي منطقيه اللي غادي تبين لي شنو طاري بالضبط. مشيت رجعت للخيمه اللي قاديت، جمعت حوايجي كاملين، ومن تما غادي نشد الطريق رجع في حالي لتمارا. رجعت لتمارا كنت عيان نجاوب بصح، واحد اليومين وانا غير ناعس ما قدرش نوض. كنوض غير نقعد الماكله ناكل ورجع نعس تاني. ما حسيت بوالو وما طرات حتى شي حاجه اللي غريبه. صاحبي كان كيجي عندي كيشوف فيا بحال هكا، يقول لي مالك؟ كنقول ليه ما عرفتش الصراحه، راني غير عيان وما قادر ندير والو. المهم كنت مشيت خديت واحد الدواء بقيت كناخذو وغير كنرتاح. من بعد ما حسيت براسي وليت شويه عاد باش غادي نوض نتحرك عاوتاني شويه، نوض ونشوف نيت بلان ديال هاد المغامره اللي درت، نحل هاد الشيء ونفهم شنو طاري معايا، شنو كان طرا ليا. ما فهمتش شنو ديك التخربيقه. حاجه وحده اللي فهمت هو يا اما كنت كنحلم يا اما كليت شي حاجه في الطريق اللي خلاتني نولي كنهلوس ورجعتني في ديك الحاله. مشيت شعلت البيسي وجلست قلت ندير المونتاج داك الفيديو اللي صورت. شعلت الكاميرا هزيت منها الفيديوهات كاملين وبديت في المونتاج. كان كل شيء عادي من الوقت اللي خرجت فيها من الدار وغادي كنصور وغادي في الطريق حتى المرحله اللي وصلت فيها قدام البير حطيت الكاميرا في الارض باش تصور. في هاد اللحظات كان كل شيء عادي، انايا واقف كنحيد في داك الربيع وداك الشوق وداك التخربيق اللي كان داير به، وجالس كنهضر مره كنشوف الكاميرا كنهضر كل شيء عادي. الا في هاد اللحظه بديت كنشوف راسي كنشوف في جنابي في الفيديو. قلت مزيان دابا غادي نشوف شنو طرا معايا. كيبان لي الفيديو مازال طوال شويه، يعني الكاميرا صورت كل شيء. بقيت مركز مع الفيديو كنتفرج فيه وانا صافي حبست المونتاج ديك الساعات. كيف قلت لكم كنبقى كنشوف في جنابي شويه، كنبقى نشوف في السماء واحد المده، نعاود نمشي ونعاود نبقى نطل في البير. وهنا في واحد اللقطه غادي طرا واحد الحاجه اللي ما فهمت فيها والو. بديت انايا كنشوف في جنابي وفي واحد اللحظه فيكسيت في جهه واحده كنشوف غير في جهه الكاميرا. بقيت بحال هكاك، والمشكل فين كاين وهو انني بقيت بحال هكا في نفس الحاله جامد شي 10 ديال الدقائق وانا في نفس البوزيسيون كنشوف في جهه الكاميرا. كتبان بحال الا درتي بوز للفيديو وخليتيه بحال هكاك، ولكن اللي غادي يحمقني هو ان الفيديو راه خدام، كيتسمع الصوت ديال الريح، الصوت ديال الطيور اللي كيدوزو. المهم الفيديو خدام، ولكن انا اللي كنت واقف، انا اللي كنت جامد. علاش؟ ما عرفتش علاش درت بحال هكاك. بديت كنزرب في الفيديو باش نشوف شنو غادي يطرا. بقيت بحال هكاك حتى لواحد الوقت اللي غادي نبان ليا كنتحرك وانا نحبس الفيديو، رجعتو كيمشي عادي. هنايا بديت كنشوف راسي كنهضر، ولكن ماشي كنهضر عادي، ماشي كيف ما هكا. كنهضر بشي تخربيقات اللي ما كانوش مفهومين، بحال الا غير كنقول شي كلمات عشوائيين. والمشكل هو انا راه عمر طرا ليا في حياتي بحال هكا، راه اول مره كنشوف هاد الشيء. والصراحه خلعني بزاف. ماشي كنقول هاد الشيء راه عنده علاقه بداك البير او لا عنده علاقه بالجن او لا بسبب هاد المغامره، لا كنقول انا واقيلا حماقيت ولا عندي شي مشكله في راسي، حيت هادشي ماشي عادي ماشي طبيعي. بقيت نكمل الفيديو كنتفرج وانايا مستريسي، كنشوف راسي غادي جهه البير، غادي كنقرب ليه حتى قربت. وهنايا ماشي بقيت غير واقف وكنشوف، لا كنبان انني بغيت ننزل ليه. والمشكل هو في هاد الوقيته بالضبط غادي طفى الكاميرا، خلاتني غادي نحماق وما عرفتش شنو طرا من بعد. ولكن ملي كنجلس ونعاود نفكر تاني كنقول هادشي منطقي. كيفاش حتى لقيت انا حوايجي فاسكين وداز الليل كامل وصبحت ناعس تما بحوايجي كيف قلت لكم فاسكين، يعني غادي نكون نزلت لتما وطلعت. ولكن بلاتي كيفاش غادي ننزل ونطلع وانا ما درت لا قنبه، ما درت حتى شي حاجه باش ننزل. ميمكنليش ننزل غير هكاك بوحدي نعاود نطلع غير بوحدي، ميمكنش. بزاف ديال التساؤلات في راسي، اللي واش نعست في البير او لا نعست الفوق نيت حتى صبح الصباح
وقيله ما عرفتش، ما بقيت عرفت والو، ولكن حنايا غادي نعرفوا دابا كلشي. من بعد هادشي اللي طرا كامل، واحد العشيه غادي نخرج انا وصاحبي ايوب، غادي نجلسوا في واحد القهوه ونبقى جالس كندوي انا وياه. في هاد الوقت كنت حطيت الفيديو في يوتيوب وخليته كيف ما هو، زدت عليه غير شي لقطات في الاخر اللي صورتهم من الدار وانا كنشرح شنو طرا معايا. وملي جلست مع ايوب بديت كنعاود ليه كل شيء بالتفاصيل، عاودت ليه شنو طرا معايا. هو بقى غير جالس كيفكر وعارفني ملي كنكون كنتفلى وكنزيد داك الشيء ديال الرعب في الفيديو باش يبان انه حقيقي. والوقت اللي كنكون كنهضر فيها بصح قال لي واش فاش كنتي في الطريق وقفتي وكليتي شي حاجه قبل ما تكمل، قبل ما توصل لتما؟ قلت ليه راه وقفت في هذا الفيلاج، تغديت، من بعد شربت واحد القهوه عاد باش تحركت كملت. انايا غادي يبان لي حضر راسو وبقى كيفكر وساكت شويه، غادي يقول لي واقيلا صاحبي راه عطاوك تاكل شي حاجه اللي فيها شي مخدر اولا شي عجبك حل. شفت فيه وقلت ليه واقيلا راه هادشي اللي كنقولت انا مع راسي، حيت هادشي اللي طرا راه ما بغاش يتفهم ليا، راه ما بغاش يدخل ليا راسي، راه الحماق هذا. المهم بقينا جالسين مجمعين شويه حتى لواحد الوقت غادي يقول لي انا راه غادي نتحرك دابا، عندي واحد البلان غادي نقطع. ناضو مشى في حاله، وحتى انايا من بعد فاش مشى قلت حتى انا نمشي للدار ونجلس نخدم على شي حاجه. دابا غادي ندخلوا في واحد الفقره اخرى، فقره اللي ماشي عاديه. بغيتكم توجدوا راسكم وتركزوا مزيان. نور الدين من هاد اللحظه غادي يبدا يهرب ليه ويخلي الناس اللي دايرين به واللي كيعرفوه حتى هما يهرب ليهم، ولكن ماشي حيت غادي يحماق. انتم غادي تشوفوا كل شيء دابا. وانايا غادي في الطريق للدار بديت كنحس بواحد الشعور اللي كان غريب، كنحس براسي ثقيل عليا، بدا كيجيني واحد الناس اللي بزاف بحال الا شي سيمانه ما نعش. وصلت للعماره وانايا طالع مع الدروج، كان نازل واحد السيد سميتو عبديله. سلمت عليه عادي كيف ديما، السلام عليكم. بان ليا غادي يدوز من حدايا لكن ما جاوبنيش، بان ليا بحال الا نخني ولا ما بغاش يهضر معايا ولا ما شافنيش. بقى غادي ونزل كنقول مع راسي واش درت له شي بلان او لا طرا شي حاجه بيناتنا وما عقلتش، ما عرفتش. المهم طلعت حليت الباب، مع الدخله ديال الباب كاينه واحد الطبله صغيره كنحطوا عليها السوارد، وحدها كاينه واحد المرايه كبيره. حطيت السوارد ودزت عادي. هنايا غادي عرضت لبالي واحد البلان، ملي كندوز من حدا المرايه غادي نشوف باللي شي واحد تابعني من اللور. انا دزت وشي واحد داز معايا. هنايا ماشي انا شفت في المرايه، ولكن ملي كتكون دايز وكتشوف غير بطرف عين شي حد راه داز من حداك اولا شي واحد تابعك من اللور، درت بقيت كنشوف ولكن ما كان والو. مشيت رجعت للمرايه تقابلت معاها بقيت كنشوف وجهي كيبان ليا عادي ما كاين والو، ولكن غير غادي نبغي ندور نمشي للبيت. هنا غادي طرا واحد البلان اللي غادي يحمقني. ديك النسخه ديالي في المرايه بقات واقفه ما تحركاتش. انا ملي مشيت وشفت هاد البلان بقيت واقف وكنشوف المرايه من بعيد، كيبان لي راسي مازال في المرايه كيشوف بحال الا انا مازال واقف قدام المرايه وكنشوف في راسي. لا بلاتي غادي نحماق، ما يمكنش هادشي اللي كنشوف. بديت كنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انايا ما قدرتش مازال نجلس في الدار، خاصني نخرج نمشي للقهوه. بقى جالس تما حتى جا ايوب. مشيت كنجري جهه الباب معاه غادي نحل، غادي نتصدم قدامي بواحد المنظر غادي يزيد يحمقني. كنشوف واحد السيد لابس كل شي كحل، واحد السيد اللي كبير في العمر ولكن وجهه مشوه، وحداه واقف واحد الدري صغير، دري اللي في 15 سنه بحال هكاك. ولكن شكون هاد الدري؟ كنشوف راسي انا فاش كنت صغير وكفين كيشوفوا فيا وكيضحكوا واحد الضحكه شريره. سديت الباب بالزربه ومشيت كنجري للبيت، على بالي غادي نشعل البيسي دغيا غادي نطلق فيه القران. ما غادي ندفع الباب وندخل نشعل الضو، كيبان لي البيت ماشي البيت ديالي، ولكن دخلت الحمام اللي كان في شكل ماشي عادي. وحتى الناس اللي كانوا تما كيغسلوا ماشي ناس عاديين، ماشي بشر، كانوا واحد المخلوقات اللي اقل حاجه نقدر نقول لكم كيخلعوا. شوفوا فيا
وانا بقيت كنشوف فيهم. صافي راسي غادي تفرق عليا، ما بقيتش عارف شنو ندير. ما حسيتش براسي حتى بديت كنغوط. الا في واحد اللحظه غادي نحس بواحد اليد تحطت عليا، بدات كتحركني. غادي نحل عينيا، غادي نشوف قدامي صاحبي ايوب كيشوف فيا وهو مخلوع، كيقول لي مالك اصاحبي، مالك اش طاري؟ نط بلا ما نقول ليه والو. بقيت كنشوف في راسي، كنشوف في البلاصه، كنلقى راسي نعس غير في الصالون، وما طاري والو وما كاين والو من داكشي اللي كنت كنشوف. قال لي ايوب، انا مع حليت الباب دخلت للدار، بديت كنسمعك كتغوت غير بوحدك، وانا فين جيت بديت كنحركك باش نفيقك. اش هاد الشيء صاحبي وليتي عايش فيه؟ اش هاد الحاله وصلت ليها؟ شوف نقول لك، راه خاصك تفوت عليك داكشي ديال المغامرات وداكشي اللي كنتي كدير قبل، راه هو اللي خرج عليك وردك في هاد الحاله. انا بقيت غير ساكت وكنشوف وكنحاول نستوعب هادشي اللي كيدور بيا دابا. نض ومشيت توضيت، صليت 2 الركعات وبقيت جالس كنقرا القران. عرفت بلي بصح هادشي اللي كيطرا معايا غادي يكون سببه هما دوك المغامرات اللي كنت كندير، ولكن لدابا مازال ما عرفتش بلي هادشي اللي كيطرا ليا خطر بزاف من المغامرات اللي كنت كندير، واللي مازال جاي غادي يقول لي مازال ما شفتي والو. من بعد ما بداو كيطراو معايا هاد الاحداث في الايام الاخيره، بداو كيجيو في بالي بزاف ديال الاسئله. واش عندي شي مشكل نفسي، او لا هادشي كامل اللي كيطرا معايا غير حلم، ولا شنو بالضبط؟ كيجيني هادشي اللي كنعيش ماشي غير حلم ولكن واقع كنحس به بجميع تفاصيله. فكرت نمشي عند شي طبيب نفسي ونعاود ليه كاع هادشي اللي كيطرا معايا، وبالفعل بديت كنقلب على شي طبيب ولقيت واحد كان في الرباط. بزاف ديال الناس كيهضروا عليه وكيقولوا باللي طبيب مزيان وكيسمح لهم والتعامل ديالو زوين. خديت الادرس ديالو ومشيت عنده نيشان، عاودت ليه كل شيء بالتفاصيل. وهنايا غادي يقول لي اول حاجه خاصك تعرف هو ان عقلك الباطن فيه واحد القدره كبيره على صناعه الواقع. كاينين بعض الحالات اللي كيتعرضوا لصدمات نفسيه او لحرمان من النوم او لا التوتر، كيبداو يعيشوا هاد اللحظات ما بين الحلم والواقع، بحال حاله سميتها انفصام الشخصيه. دابا انا غادي نجرب معاك واحد التقنيه. فاش ترجع للدار حاول تكتب كاع داكشي اللي كتحس به، اي حاجه حسيتي بها كتبها، وخصوصا الا جاتك وحسيتي بديك الحاله ديال الحلم والخيال. ما تخافش وما تقاومش، غير حاول تسجل داكشي، والحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا شنو كتبتي. فراك ما تحتاج لا دواء لا والو، دير غير هادشي اللي قلت لك دابا. ملي قال لي هادشي هزيت راسي وقلت له صافي واخا شكرا بزاف. خرجت ومشيت للدار، وانا غادي في الطريق كنفكر وكنوهم راسي باللي هادشي اللي كنعيش فيه غادي يكون غير واحد الضغط نفسي او لا شي حاله اللي دايزه. قربت حدا العماره، يلا بغيت ندخل مع الباب، كنتلاقى بايوب. شاف فيا وكيبان مصدوم، قال لي اجي نتايا كي درتي حتى نزلتي لهنايا دغيا، بحال خليتك في الدار الفوق. بديت كنضحك وقلت ليه سير صاحبي سير راه اللي فيا كافيني، وانت بغيتي تبدا بهذا الضحك ديالك. ولكن بدا كيحلف ليا كيقول لي راه ما يمكنش، بحال كنت معاك في الدار وقلت لك راه بغيت نخرج كنزل لتحت كنتلاقى معاك دابا هنايا، راه ما يمكنش. واخا قال لي هادشي كامل ما تقتش به، وقلت راه غادي يكون كيطلع عليا وكيضحك. خليته وطلعت للدار، دخلت ومشيت نيشان، بديت كنكتب داكشي اللي قال لي ايوب وداكشي اللي كنحس به. مورا غادي نمشي نشعل البيسي وبقيت خدام على شي فيديوهات اللي كنت فايت سجلتهم شحال هادي، قلت ندير لهم المونتاج ونلوحهم في يوتيوب، حيت مده طويله ما بقيت لحت حتى فيديو من اخر مغامره. صافي ملي ساليت سديت البيسي ومشيت تلحت بلاصتي باش ننعس. معا كنحط راسي غادي يديني واحد النعاس اللي عميق، وهنا تاني غادي يبداو يطراو دوك البلانات اللي غادي يهبلوني تاني. بداو في الاول كيجوني حلمات اللي مخربقين، شي حاجه كنشوفها في الحلمه اللي فات طرات ليا شحال هادي وكنعاود نعيشها نفسها في الحلمه. المهم غير حلمات مخربقين وصافي. ضرباتني الفيقه وانا فيا الموت ديال الناس وفيا العطش بزاف. كنت حاط التليفون حدا راسي، خديته باش نضوي البلاصه ونهز قرعه الماء، ولكن فهاد الوقيته كنسمع الصوت ديال شي واحد معايا في البيت، كنسمع شي حد كيضحك غير بشويه. لحمي بدا كيدبرش عليا وجاني واحد الخوف اللي ما كانش عادي. شعلت الفلاش في التليفون باش نضوي البلاصه ونشوف شنو طاري. الا غادي نشوف قدامي وسط البيت كاين واحد البير، ماشي اي بير هذا،
ولكن اللي كنت فيه اخر مره ودرت فيه المغامره، كيفاش هاد الشيء شنو واقع؟ بديت كنقرا القران مع راسي وانا كنقول لا، هاد الشيء غادي يتحيد من قدامي، ما يمكنش. كنقرا وانا كنصرفق في حناكي وكنحك عينيا، ولكن البير ما كيتحيدش، كيبقى وسط البيت. الا كنسمع صوت من الداخل طالع وهو كيضحك، كيبان ليا بحال الا غادي يخرج منه. بديت كنشوف بزاف ديال الحشرات كيخرجوا من البير، كيخرجوا جايين جهتي، حشرات بحال سراق الزيت، العنكبوت، العقارب، هادشي كامل خارج وجاي. وكيبان ليا يدين كيشدو في الراس ديال البير، يدين اللي كانوا كلهم مزغبين وكحلين، والصباع طوال. بكثرة الخوف اللي كان فيا ما قدرتش مازال نتحرك، غير غمضت عينيا وانا كنقرا القران. بغيت غير نحل عيني ونلقى هادشي التحييد، ولكن في هاد الوقيته غادي نحس بشي حد غادي يضربني بالجهد على ظهري، ضربه اللي خلاتني نحل عينيا ونشوف واحد المنظر غادي نقول لكم غادي يحمقكم كيف ما حمقني. كنشوف راسي طايح في الارض وحدايا واحد البير، الشمس ضاربه لي على راسي، الكاميرا طايحه والتليفون حدايا حتى هو، وانايا في نفس البلاصه اللي درت فيها المغامره. لا لا، ما يمكنش، واقيلا حماقيت، هادشي اللي كنشوف ما يمكنش يكون بصح، غير كنتخيل. ودابا غادي نفيق ونلقى راسي في بلاصتي ناعس. بديت كنقرص في يديا وكنقرص حناكي وكنضرب وجهي، ولكن بلاتي انا كنحس بهاد القرصه وكنحس بالطريش. واش هاد الشيء بصح ولا واش هاد الشيء شي فيلم وكيصوروني ولا شنو؟ نط من ديك البلاصه وانا كنقول ولكن هاد الشيء فيه طرا ليا، فيه عشت هاد الشيء كامل. ودابا نيت غادي نمشي نهز الكاميرا ونهز التليفون ونلقى الميساجات والستوريات اللي فيه تصورت، ولكن هاد السيناريو راه فيه عشتو. انا مازال كنفكر، الا كنسمع واحد الصوت جاي مورايا وسط البير، صوتي كيعيط ليا، ما يمكنش. مشيت طلعت في البير، كيبان لي راسي طايح لتحت وكيشير ليا باش نخرجو. هادشي كامل اللي كنشوف دابا والجاري معايا فيه عشتو. واش نكون رجعت بالزمن اللور ولا شنو؟ صافي راسي غادي بغي يتفرق عليا، خرجت باللور وجديتها جريه وحده. فين ما عرفتش، غير غمضت عيني وبقيت غادي كنجري هربان، وانا مازال كنسمع وسط ودنيا صوتي كيقول لي اجي. فين غادي هربان؟ غير اجي، ما عندك فين تهرب مني. وانا مازال غادي كنجري، نسمع حدا الخيمه اللي كنت قادير، وكنشوف واقف حداها داك السيد اللي لابس حوايج كحلين، داك الراجل الكبير اللي كنت شفتو قدام باب الدار فاش كنت حليتها. واقف انا وياه وشادت ليا في يديا، كيشوفوا فيا بواحد الملامح اللي كانوا كيخلعوا وكيضحكوا عليا. ولكن حتى الامتى غادي نبقى هربان؟ صافي عييت من هاد الشيء. صافي قررت انني نوقف ونواجه هاد الحماق. وقفت بلاصتي وغمضت عينيا وبقيت مزير وانا مستريسي، ولكن خاصني نواجه وانا باقي واقف وسد عينيا. بصح غادي نحس بواحد الضربه وسط داري، بحال الا كيجي شي واحد ويضربني وكيبدلني على العالم كامل، ضربه اللي كطيرني من بلاصتي. غير كنحل عينيا كنشوف كنلقى راسي ناعس في البيت والظلام وانا مخشي في بلاصتي. زعما يكون هاد الشيء غير كنت كنحلم. بقيت كنقلب في راسي تاني ياك ما فيها شي حاجه، وكنحس باللي بلاصتي فازقه. لا ماشي داكشي اللي على بالكم، ولكن حوايجي والفراش كلشي فازق بحال الا كبوا عليه سطلة الماء كاملي، شعري وجهي كلشي فازق. وبقيت كنشوف في البيت، كنشوف في البلاصه كيبان لي رجلي عامرين بالغيس، بحال الا كنت في شي بلاصه فيها الغيس وبقيت كنتمشى فيها. ولكن بلاتي منين غادي يجيني انا هاد الغيس وانا كنت غير في بلاصتي ناعس؟ ما بقيت فاهم والو الصراحه. هاد الشيء ما بقاش كيدخل ليا لعقلي، وحتى نتوما كنشوفكم ما بقيتو فاهمين والو. ولكن حنا دابا غادي نفهمو كاملين وغادي نشوفو شنو غادي يطرا. دازت واحد المده وانا كنعاني من نفس الحاجه، نفس الحوايج كيطراو ليا، لدرجه ما بقيتش عارف واش هادشي اللي كندوز منه عنده علاقه بالجن، او لا عنده علاقه بداك الساحر اللي كنت مشيت عنده، ولا هذا غير شي مرض نفسي. ما بقيتش عارف الصراحه واش انا هو انا، او لا شي واحد عايش بلاصتي، ولا شنو غيكون. وليت عايش مع الناس وسط الناس
وعقلي غير مرفوع وكنفكر. وملي كنمشي نبغي نخدم ونجلس قدام البيسي نمونطي شي حاجه ولا نخدم على شي حاجه، كنجلس ونبقى نشوف في البيرو، نبقى نشوف حتى كنسها. وفي واحد النهار غادي نكون جالس في بلاصتي ما راش قليا ندير والو، لا نخدم ولا نهضر مع حتى شي حد، غير طلقت التلفازه وكنشوف فيها وساهي. كنسمع ايوب كيعيط عليا من البيت الاخر، ولكن درت بحال الا ما سمعتوش حيت ما فياش لا نهضر معاه. واحد شويه كيبان لي حل الباب ودخل عندي قال لي واش عرفتي داك الفيديو اللي حطيته البارح في يوتيوب شحال وصل ديال المشاهدات وشحال ديال الكومونتيرات؟ راه عرفتي راه ما بقى والو يوصل لمليون. جمدت بلاصتي بقيت غير كنشوف فيه ومصدوم، كيفاش فيديو على انا صورت شي حاجه وحطيت شي حاجه ما في خباري والو. انا اخر حاجه حطيتها هي ديك المغامره وشي فيديوهات قدام كنت لحتهم حتى هما، وما درت حتى شي حاجه مازال. زدت التليفون ديالي بالزربه، دخلت الكونط ديالي وبقيت كنقلب، وبالفعل كيبان ليا فيديو حطيتو البارح. ولكن بلاتي غادي ندخل الفيديو كيبان لي راسي كنصور في وسط واحد البيت، بيت اللي عمرني شفتو وعمرني دخلت ليه. هاد البيت عامر بالجماجم ديال الحيوانات وشي طروفه ديال الجلوده اللي كانوا كبار ومكتوبين عليهم شي حروف اللي ما مفهوميش، وحاجه اخرى عامر بالشمع وبحال الدخان بحال البخور مطلوق فيه. وحاجه اخرى اللي غادي تزيد تشيب ليا شعري هو كميه ديال الناس او لا مخلوقات اللي كانوا جالسين في داك البيت بزاف، واحد حدا واحد ودايرين بيا وانا وسط منه. كاينه بحال شي كاميرا كتصورني من الفوق وانا كنجذب على واحد الموسيقى اللي فايت سمعتها قبل. الفيديو كامل فيه 15 دقيقه وانا كندير نفس الحاجه وكنجذب بلا ما نوقف. ايوا هنا تاني غادي نبدا نتصدى حيت وليت شاك في راسي نكون انا كندير هاد الشيء، واخا انا متيقن باللي عمرني مشيت لهاد البلاصه وعمرني شفت هاد الناس وعمرني شفت هاد البيت وما حطيت حتى شي فيديو. هاد الفيديو غادي نتيليشارجي ونخليه عندي في البيسي وحيدته من القناه، واخا ملي بديت كنقلب لقيت بزاف ديال الناس كيبارطاجيوه في فيسبوك وتيك توك وانستغرام وكيديروا عليه رياكسيون. بداو كيوصلوني بزاف ديال الميساجات وبزاف ديال الناس كيقولوا لي اشنو طرا معاك، واش داك الشيء اللي كنتي كدير بصح؟ حتى شي ناس من العائله بداو كيصونيو ليا وتيقولوا لي واش انت بخير، كيقولوا مع راسهم هذا صافي تسكن. لبست حوايجي ومشيت عند داك الطبيب. مشيت واخا مازال ما وصلش الموعد ديالي، ولكن ضروري خاصني نمشي، خاص يعطيني شي دواء ولا يلقى لي شي حل، ما يمكنش نبقى بحال هكا. دخلت عنده وبديت كنعاود ليه كاع داكشي اللي طرا معايا وهذا الشيء اللي شفت. هنايا غادي يقول لي شوف السي نور الدين، اول حاجه خاصك تعرفها هي ان الانسان ماشي هو الجسد ديالو، كاين العقل الواعي وكاين العقل الباطن. ولكن بعض الناس وقليلين كيعيشوا واحد الحاله اللي كنسميوها دي بيرسوناليزاسيون افونسي، يعني كتحس براسك كتخرج من الذات ديالك وكتعيش بحال اللي كتفرج في شي نسخه اخرى منك، كتعيش بلا بك. وبحال هاد الحالات الدماغ كيبدا يصنع نسخه اخرى منك، كتعيش مشاهد ماشي في العالم الحقيقي ولكن كتولي تبان واقعيه. وهذا الشيء سميتو في الادب النفسي القديم الازدواجيه الكيانيه. واش سمعتي بها من قبل؟ انايا وهو كيقول لي هذا الشيء بقيت غير ساكت وكنحرك في عينيا وكندير ليه براسي، ما فهمت والو. وهنا غادي يكمل ليا ويبدا يقول نور الدين غادي نسولك، واش عمرك فكرتي شنو ممكن يوقع الى هاد النسخه ديالك لقات راسها مرتاحه اكثر منك؟ واش فكرت شنو ممكن يوقع تولي كتحكم فيك وتعيش كاع اللحظات وانتيا ما كاينش في هذا العالم؟ كاينين بعض المرضى فاش كيوصلوا لهاد المرحله كيبداو يسمعوا صوتهم في الفم ديال شي واحد اخر كيهضر معاهم، ولا بعض المرات حتى كيلقاو حوايجهم تبدلوا عليهم بلا ما يشعروا، ولا شي واحد كيقول لهم راكم درتوا واحد التصرف او لا راه هضرنا في واحد الموضوع، وانتيا فاش كتجي تفكر كتلقى راسك اصلا ما دويتيش فيهم وما درتي حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي كيقولوا لك. الطبيب هو مازال كيهضر معايا وكيعاود لي هذا الشيء كامل. انايا بلا ما نشعر غمضت عينيا وبديت كنفكر، الا بديت كنشم الريحه ما كانتش عاديه، واحد الريحه ديال الجيفه اللي كانت قاسحه. انا كنت مازال مغمض عينيا، ولكن ملي بديت كنشم هذا الشيء حليت عيني وبديت كنشوف. ولكن غادي نشوف راسي وسط واحد البيت اللي كبير مظلم فيه بزاف ديال الجماجم وطروفه ديال الجلوده اللي كانوا كبار وشمجامر والشمع
وشي مخلوقات اللي كانوا جالسين. بلاتي هاد البلاصه راه فايت شفتها من قبل. هذا هو البيت اللي شفت في الفيديو ديالي. دخلت وبديت كندور بجنابي وكنقول انا بحال كنت عند الطبيب وجالس معاه وكندوي معاه، شنو جابني لهنايا؟ رجعت كنقول لا هادشي غادي يكون غير تخيل كيف ما كان كيقول لي الطبيب. هادشي دابا غادي يتحيد من قدامي. غمضت عينيا وبقيت مركز وكنقول غادي نحلهم دابا وما غادي نلقى مازال والو، وغادي نلقى راسي قدام طبيب كندوي معاه. ولكن انا مازال مغمض عينيا. الريحه غاديه وكتجهد، ريحه كانت قاصحه بزاف. حليت عينيا تاني وانا كنشوف باللي مازال في نفس البلاصه. كان قدامي واحد الباب اللي كان في شكل باب ديال الخشب وفيه بزاف ديال الزواقات وواحد النقش. داك النقش كان فيه طروفه ديال الجماجم ديال الانسان، كانوا بزاف منه. انا بقيت كنشوف وكنتامل هذا المنظر، ولكن في هذا الوقت بديت كنسمع باللي شي واحد كيحل الباب وبغى يدخل عندي. وهنايا فين غادي تشدني واحد الخلعه اللي كتفشل ليا ركابي. كنشوف الباب تحل ودخل واحد الشخص اللي كان كيشبه ليا بزاف. لا ماشي غير كيشبه ليا، ولكن كنشوف راسي دخلت عندي. ولكن مال عيني حمرين بحال هكاك، عيني كانوا حمرين بزاف بحال الا شعل فيه بشي ضو احمر، وكضحك واحد الضحكه اللي كتبان شريره. جا حتى لحدايا وقف غادي يقول لي بواحد الصوت اللي يبرش ليا اللحم ديالي. مرحبا بك في العالم الجديد ديالك. هنا غادي تبقى عايش حياتك كامله وعمرك غادي تخرج من هذا البيت مازال. انا كنت بغيت نهضر ونجاوب، ولكن ما قادرش نتحرك. فمي كنحس فيه ثقيل بزاف بحال داك الشكل ملي كنكون شادك بوخطاط. نفس الحاجه كنحس بها. بقى كيشوف فيا وقرب ليا بزاف وهو كيقول في واحد الهضره اللي ما فهمت فيها والو. كيهضر بشي لغه اللي ما فهمتهاش. بقى كيهضر وكيزيد في صوته كتر وكتر. كنحس باللي غادي طرا دابا شي حاجه ماشي هي هذيك. هنا كيبان ليا الزيت تاعي وغادي ضربني واحد الضربه اللي غادي تخليني نحل عينيا ونشوف الطبيب جالس قدامي مازال كيدوي، وانايا مازال غير في بلاصتي عند الطبيب. وهذا الشيء كامل اللي طرا وهاد الضربه اللي كنت مازال كنحس بها في وسط وجهي بحال الا ما كان من هذا الشيء والو. الطبيب ملي كان كيدوي ما كنتش كنسمعو شنو كيقول، ولكن دابا ملي بقيت مركز معاه كنسمعو كيقول لي انا ما كنقولش انك مسكون، ولكن ممكن دماغك يكون دار لك واحد الشخصيه ثانويه، شخصيه اللي كتبغي تكون بلا قيود وتكون حره، وممكن دير شي افعال بالسميه ديالك، وانت في الاخر غادي تكون غير ضعف في الجسد ديالك. خرجت مع الطبيب وانا غادي وغير ساكت وكنفكر في هادشي اللي قال لي، وكنفكر حتى في داكشي اللي شفت مني كنت جالس عنده. كنقول مع راسي باللي هادشي كامل اللي شفت غادي يكون غير حلم. انا غير حيت شفت داك الفيديو اخر مره في القناه ديالي وشفت داك البيت، داكشي علاش كنت متوتر وبديت كنحلم به. فراه هذا هو التفسير العقلاني اللي كاين. المهم غادي تدوز واحد المده طويله وانايا عايش على نفس الحاله، كنشوف شي حاجه طرات شحال هادي، ولكن كنعاود نرجع نعيشها بالتفاصيل ديالها. وملي كنوض كنلقى راسي باللي يا اما نعس في بلاصتي يا اما كنت غير كنتفرج. غير هو الحاجه اللي كانت كتحمقني هي ملي كنعيش شي حلم او لا كطرا شي حاجه، ملي كنفيق كنلقى الاثر ديالها مازال كاين. بحال مثلا كنحلم باللي كنتخاصم مع شي حد وكيجرني كيقطع لي حوايجي، ملي كنفيق تلقى حوايجي بصح مقطعين. او لا بحال البلان اللي كنطرا ليا ملي كنلقى حوايجي فازقين ولا غيس. هادشي ما كانش كيبغي يدخل ليا العقل، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي كل شيء غادي يتبدل فيه. كنت جالس كنخمم، تفكرت داك السحاب اللي كنت مشيت عنده شحال هادي، وقلت باللي ممكن ينفعني باش نعرف شنو المشكل ديالي ونعرف هادشي كامل اللي كيطرا. من نهار كنت درت ديك المغامره صافي في داك الوقت بالضبط بدلت حوايجي ومشيت نيشان عنده تاني. ملي وصلت لقيت بزاف ديال الناس شادين النوبه بغاو يدخلوا عنده. بقيت كنشوف فيهم وكنقول مع راسي كيفاش الناس كيتعطيهم خاطرهم يجيو عند السحار. ولكن تفكرت باللي انا واحد منهم وحتى انا جيت عنده، كنت بغيت نبدا كنتاقد فيهم،
ولكن من بعد غادي نسكت. المهم وصلت نوبتي، غادي ندخل عنده، ومع غادي يشوفني غادي بدا كيموت عليا بالضحك، بدا كيضحك بواحد الطريقه اللي كيستفزني بها ومبقاش بغا يسكت. ما فهمتش الصراحه علاش كيضحك عليا بحال هكا، واش شاف فيا شي حاجه ماشي هي هاديك ولا شنو؟ يلا بغيت نقول ليه باللي جيت عندك على قبل شي بلانات كيطرو معايا، غادي يزرب عليا ويقول لي ايوا شفتي شنو قلت لك داك النهار؟ قال لك راه ما غاش نتحمل مسؤوليتك. وكيف ما ضحكتي على الهضره اللي كنت قلت لك شحال هاجي ملي قلت لك على البير، حتى انا دابا بغيت نضحك عليك. بدا كيعصبني الصراحه، ويلا بغيت نوض ونمشي في حالي. غادي يقول لي دابا راك دخلت راسك لواحد المشكل اللي اجا ما خرجك منه ومحال تخرج مازال، ولكن باش ترجع شويه من حياتك الطبيعيه اللي كانت قبل، راه خاصك دير واحد الحاجه، وخاصك نضحي بناس اخرين. بقيت كنشوف فيه وانا مصدوم، كيفاش نضحي بناس اخرين؟ هنا بدا كيضحك عليا تاني وقال لي انا غادي نشرح لك، ولكن بغيتك تركز معايا مزيان، حيت هاد الهضره اللي غادي نقول لك راه ما غاديش نعاودها مازال. ملي كنتي جيتي عندي اخر مره وقلتي لي بغيتي تصور شي مغامره وبغيتي شي بلاصه نصيفطك لها دير فيها المغامره، صيفطتك لذاك البير. ولكن هنايا بديتي كضحك عليا وشتيتي الهضره ديالي غير ضحك. انا كنت مازال بغيت نعاود لك بزاف ديال الحوايج على البير اللي كانوا غادي يحميوك من اللعنه اللي فيه، ولكن ملي بديتي كتغوط وبغيتي فلوسك وكذبتيني، قلت صافي خليه يمشي في حالته. ولكن كنت عارفك غادي تعاود ترجع عندي مازال. ايوا دابا سمعني مزيان، داك البير اللي كنتي مشيتي ليه راه ماشي عادي، هذاك راه واحد الباب ديال عالم الجن، وهذاك ماشي اي باب، اي واحد غادي يطل فيه الا غادي تضربو واحد اللعنه اللي خايبه بزاف، وغادي يطلق القارين ديالو، وواحد المخلوق اللي غادي يبقى تابعو حياته كامله، وغادي يبقى يعيشو شي حوايج اللي غادي يحمقوه، وبطبيعه الحال غادي يبدا يعيش الحياه بلاصتو. وداك الشخص غادي يلقى راسو شويه بشويه كيتقبض في واحد العالم اللي ماشي ديالنا حنا الانس. غادي نعطيك واحد المثال، كتنعس كتفيق كتلقى راسك حدا البير، وملي كتطل فيه كتلقى راسك وسط منه. هذاك راه ماشي نتايا، هذاك هو القارين ديالك، وملي كتطل فيه فراك كتكون طلقتيه بطبيعه الحال. وفاش كضربك الفيقه وكتلقى راسك يا اما فازك يا اما مضروب ولا طاري عليك شي حاجه، فراه هذا ما كيعنيش انك كنتي كتحلم، ولكن راك كنتي تمانيت بصح. غادي تكون كتقول دابا كيفاش هادشي ما يمكنش، ولكن راه هادشي اللي كاين. وبطبيعه الحال هاد الحوايج كاملين راه ما غاديش يستوعبهم العقل البشري. وباش نكمل لك، هاد القاري اللي طلقتي غادي يكون دابا عايش حياتك، وما تعرف يكون دابا في هاد الوقت بالضبط يكون جالس مع شي واد في صحابك ولا في عائلتك وكيهضر معاهم وداير راسو باللي هو نتايا، او ولا غادي تلقاه جالس كيصور دابا فشي مغامره بلاصتك. اما نتايا فراه حريرتك حريره، شويه بشويه غادي تلقى راسك كتحبس ما بين عالم الجن وعالم الانس، وصعيب تخرج من تما مازال. قاطعتو على الهضره وقلت ليه هادشي ما كيدخلش للعقل، ولكن نقدر نتفق معك حيت بزاف ديال الحوايج طراو معايا ملي قلتي لي هاد الهضره. كنشوف باللي عندهم واحد التطابق كبير بزاف. مثلا صاحبي كيقول لي كان جالس معايا كيدوي معايا وانا ما كنتش، ما عمرني دويت معاه في شي موضوع، بحال الفيديو اللي كنت لقيت في القناه ديالي وانا ما صورتوش. خفت غير يمشي يدير شي مصيبه في شي حد كنعرفو او لا في عائلتي، او لا نيت انايا طرا ليا شي حاجه اللي كثار من هادشي. قال لي كيف قلت لك اي خصك تضحي بناس اخرين اللي غادي يخلي داك المخلوق اللي عايش بلاصتك دابا يدوز ليهم هما، ولكن هذا ما كيعنيش انك غادي تخلص منه صافي بصفه نهائيه، حيت غير غادي يسالي معاهم غادي يعاود يرجع لك نتايا باش يعاود يسالي معاك. هاد اللعنه اللي ضرباتك راه تابعاك وما عندك فين تهرب منها، غير الحل اللي كاين وقت تما حسيتي باللي كتشوف شي حاجه كتعاود او لا كتحلم بشي حاجه اللي ماشي هي هاديك، غادي عاودي خصك تضحي بواحد اخر جديد. ايوا دابا انت مستعد تضحي بناس بريئين ما داروا والو باش انت تولي بخير. بدا كيضحك عليا وانايا غير ساكت وكنشوف فيه ومعصب وما عرفت مازال شنو ندير. كنشوف حياتي غاديه وكتضيع عليا، وفي نفس الوقت ما بغيتش نأذي شي واحد. سولته
وكيفاش غادي نضحي بهذا الشخص؟ كاينه شي طريقه؟ ايوا هنايا غادي يقول لي شي حوايج اللي غادي يحمقوني تاني. غادي خصك ترجع لذاك البئر وتطل فيه، وملي تشوف راسك تما كيقول لك خرجني عتقني، ماشي تهرب وتخاف. غير خصك تهضر مع داك المخلوق وتقول ليه باغي دوز اللعنه الناس اخرين، هو غادي يعجبو الحال، حيت هذا الشيء علاش كيتغدى. ايوا تما غادي يوريك كلشي شنو خاصك دير. يلا دابا صلات وقتك، سير عليا فحالك، بزاف ديال الناس كيتسناو. نط من عنده ومشيت للدار. طرق كامله وانا غادي كنفكر في هذا المشكل اللي دخلت ليه راسي. من واحد الناحيه كنقول حشومه، شنو ذنب الناس اخرين اللي غادي ناديهم، ولكن غير كنبقى نفكر بحال هكا كيقول لي واحد الصوت وسط راسي لا سيرو دير هادشي كامل باش تهنا. المهم دخلت للدار بدلت حوايجي وهزيت داكشي اللي غادي نحتاج، ومن تما غادي نمشي ونشد الطريق لذاك البئر. وصلت لديك البلاصه وانايا كنشوف داك البئر غادي وكنقرب ليه، والخلعه غاديه وكتجهد، قلبي غادي وكيضرب بالجهد، ورجليا غير بزز باش كيجرو دوك الخطوات. وقفت وكنقول مع راسي واش هادشي اللي كندير صحيح ولا غير كنخربق تاني. ولكن غير كنبدا نفكر بحال هكا الا داك الصوت كيعاود يتسمع ليا وسط راسي كيقول لي دير داكشي اللي خاصك ديرو، راه صحتك وانتيا اهم من اي واحد في هذا العالم. ولكن صافي غادي ندير هادشي. مشيت وطلعت وسط البئر، بقيت كنشوف ما كاين والو غير الظلام. بديت كنقول واش انت هنا، واش كتسمعني؟ ولكن ما كاين والو. قلت مع راسي تاني داك السحار داك النصاب دارها بيا، خدا لي الفلوس وصفتني لهنا على والو. ما جيت فين ساليها الا كنسمع صوته وسط البئر كيقول لي نور الدين عتقني، انا وسط البئر خرجني من هنا. صافي دابا تيقنت من كل شيء. خديت واحد السوف الكبير وقلت ليه انا جيت باش نضحي بناس اخرين. معاك كنقولها واحد الضحكه غليظه وبالجهد، والارض بدات كترحد تحت رجليا اللي خلات الشعر ديال راسي وقف ليا بالخلعه. بديت كنشوف راسي كنتهز في السما غير بوحدي، بحال الا شي واحد كيشدني وكيهزني وكيقابلني مع البئر. تهزيت وترميت فيه وانا نازل كنغوت مع ديك الضربه غادي نتضرب مع الارض. كنحل عينيا على واحد البيت اللي كان مظلم كبير فيه بزاف ديال الجماجم وطروفه ديال الجلد ديال الحيوانات، وانفاس معايا واحد الباب ديال الخشب اللي كانوا فيه بزاف ديال الرموز والنقش ديال الجماجم البشريه. لا ماشي تعاود الفيديو وماشي تعاودت ديك اللقطه، ولكن هاد الشيء وهاد البلاصه نفس الحلمه ونفس الحوايج اللي كنت كنشوف قبل، نفس البلاصه وقف فيها انا حاليا، والريحه اللي كنت شميت شحال هادي عن الطباب هي نفسها اللي كاينه هنايا. ريحه الشفا اللي قاصحه بزاف لدرجه ما قدرش مازال نهز النفس ديالي. وانا مازال كنشوف هاد البيت وكنشوف داك الباب قدامي كيبان لي كيتحل وخرج منه واحد المخلوق اللي غير تشوفها في وجهه ما غاديش تقدر تشوفها. ما كانش كيشبه ليا كيف ما كنت كنحلم قبل، ولكن شفت شي حاجه اللي مستحيل يتقبلها شي عقل. قرب حدايا واحد الريحه كتخرج منه اللي قاصحه بزاف. غادي يبدا يقول لي غادي تضحي بناس اخرين، وهذا الشيء غادي يخلي النوبه ديالك تاجل واحد شويه ديال الوقت، وباش تستافد من بزاف ديال الوقت وتعيش حياتك الطبيعيه غادي خصك تضحي بزاف ديال البشر باش ما جبتي ليا اكثر، باش ما غادي ترتاح اكثر. بقيت كنشوف انا ما قادر نقول حتى كلمه ولا ندير شي حاجه. حركت راسي باللي انا موافق وغادي يرجع يقول لي تاني. غادي نعلمك واحد التعويذه اي واحد قرتها قدام مباشره لهنا غادي تضربو وغادي نكون دخلت لحياته بلا رجعه. بدا كيضحك ديك الضحكه الشريره ديالو تاني وبدا كيعاود ليا ديك التعويذه كيقولها وكيعاودها، وانا غير جالس وكنسمع ليه حتى صافي تسجلات ليا وسط راسي. وفي هاد الوقت بالضبط غادي نحس بواحد الضربه اللي كانت بالجد على راسي، ضربه اللي خلاتني نحل عينيا تاني ولقى راسي ناعس في البيت ديالي نط غير بالزز، وانا كنحس بعظامي كلشي كبرني وراسي دارني.
غادي كنتحرك جهة الباب غير بشوية، إلا الباب غادي يتحل ودخل عليا أيوب. شافني وقال لي كي بقيتي شوية راه سيمانة وانت ناعس في البيت ما كتحركش. حطيت يدي على راسي وانا كنحس بواحد الفاصمة دايرة عليه، وكنشوف يديا ووجهي كلشي مجروح. سولتو شنو طرا ما فهمتش. غادي يعاود يقول لي بلي سيمانة هادي كان جالس في الدار، الا كيسمع الدقان ملي غادي يحلى غادي يشوفني حالتي حالة، راسي مضروب وكلشي موسخ ومجروح. ملي شافني في هاد الحالة غادي يشدني ويديني للسبيطار، داروا لي الدواء ومن تما غادي يعاود يجيبني للدار. وهاد السيمانة كاملة وانا نعس غير في بلاصتي كنرتاح. يلاه اليوم اللي شافني كنتحرك. المهم انا بديت كنحاول نتفكر شنو طرا معايا قبل، وتفكرت باللي اخر حاجه كنت درتها هي مشيت لذاك البير والبقيته اللي طحت فيه، وكنت في ذاك العالم الاخر في ذاك البيت. ولكن بلاتي كيفاش حتى رجعت لهنا غير بوحدي وانا في هاد الحاله؟ داز ذاك النهار وانا جالس في البيت قدام البيسي وكنخمم، كنعاود ديك التعويذه اللي قال لي ذاك المخلوق مع راسي. كيفاش غادي نقدر نقراها قدام ناس اخرين، وكيفاش غادي ندير لهاد الشيء؟ بلاتي طاحت في بالي واحد الفكره، ندير فيديو في يوتيوب ونقولها قدام كل شيء، وهكا غادي نكون تهنيت مدة طويلة، اولا نقدر نكون تهنيت حياتي كاملة. انا كتفرجوا فيا بزاف ديال الناس، يعني الى غير 200 الف واحد شاف الفيديو راه مزيانة ليا. ولكن اش من ذنب هاد الناس كيتفرجوا فيا وكيبغيوني غادي نأذيهم؟ هنا غير كنبدا نفكر بحال هكا راسي كيبدا يضرني، وكنسمع داك الصوت كيقول لي خاصني ندير هادشي، وكيزين لي هاد الفكره. ناس ما كنعرفهمش وعمرني شفتهم، وحتى الا طرات لهم شي حاجه انا ما غاديش نكون حاضر، وهكا ما غاديش يأنبني الضمير ديالي. وصافي في هاد الوقت نضت وجدت البيت وحطيت الكاميرا قدامي وبديت جالس كنفكر في شي فكره اللي خاصني نديرها في هاد الفيديو. طاحت في بالي واحد الفكره. العنوان ديال الفيديو غادي نديرو باللي غادي نلعب واحد اللعبه نتاع الرعب، لعبه اللي غادي نكون كنستدعي فيها مثلا شي مخلوق شي جني شي حاجه بحال هكا، باش الناس يثيروا من الفضول ونحصل على بزاف ديال المشاهدات. وداكشي اللي درت، حطيت الكاميرا طلقتها وبديت في الاول كنهضر مع المشاهدين اللي كتفرجوا فيا، كنهضر كنقعد كنقول لهم اللعبه اللي غادي نلعب، ولكن وانا كنهضر غادي نجلس ونبدا نقول في التعويذه اللي علمني داك المخلوق. ساليت الفيديو، درت له المونتاج ولحتو في يوتيوب. دازت الساعه الاولى الساعه الثانيه وانا كندخل نشوف، كيبان ليا كيتبارطاجا مع بزاف د الناس وبزاف المشاهدات بداو كيطلعوا. وهنا بالضبط اللعنه غادي يكون دازت لي بزاف ديال الناس وانايا غادي نكون تهنيت منها. اجي شفتك نسيتيني، قلت لك في الاول ديال القصه غادي نرجعوا نتلاقاو، ويمكن نسيتي في الجزء الاول ديال هاد القصه قلت لكم مبروك عليكم ملي دخلتوا لهاد الفيديو. ايوا مبروك عليك، في هاد الوقت اللي كتشوف فيا غادي نكون دخلت لحياتك واللعنه وصلاتك.